السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الأهلي لا ينسى صقره، صباح الفوز، صباح الانتصار، صباح البطولات. يا أخي امبارح ما ينفعش الوداد يكسب البطولة ديت بأسلوب النجاسة ده، جابوا جون على طول فصل النجاسة. الفصل الأول فيه ابتدى مفيش كرة في الملعب، استفزاز اشتغل، نام بقى في الأرض وضيع وقت. احنا لسه بنلعب في الدقيقة 27 وكل حاجة اشتغلت، والحكم مساعدهم ما شاء الحكم عطوهم أحلى أريحية. لكن جون عبد المنعم لما جه قبل ما يشفي غليلنا وخلي الواحد يرتاح كده، والواحد بقى يبص الادرينالين السعاده يجي عنده، الجمهور بتاعهم سكت، عملوها على روحهم. في نفس الوقت الكره بقت موجوده في الملعب، ما بقوش يضيعوا وقت، ما كانش شايفين قدامهم. الحمد لله امبارح تشوف مدربهم ما حدش شايف. السنه بتاعتهم في المدرجات اتقطعت امبارح. فلذلك جون عبد المنعم ده، عبد المنعم الفرع الخامس اللي الاهلي هيفتتحه يتعمل باسمه، ده يتعمل باسم محمد عبد المنعم. ولذلك الهدف ده ماركه مسجله. يعني اسال الرجاء عليه، اسال الوداد امبارح عليه، جحيم، ده جحيم. الجون جه امبارح الواحد ما كانش عارف هو كان بيحتفل فين بصراحه. لكن الحمد لله هدف في وقت مثالي واحلى سيناريو للمباراه. امبارح المباراه اتأزمت علينا وجابوا جون فينا والواحد يعني ضاق صدره، لكن ربنا كرمنا، ربنا نصرنا، ربنا فرحنا. انت امبارح بتشوف رئيس النادي بتاعهم قاعد يرقص في المدرجات وشويه ينزل الملعب، ايه شغل الهبل ده؟ وبعدين الجون جه قاعد جنب الخطيب، قاعد جنب الخطيب. ما كانش ينفع امبارح نمشي وربنا ما يرضيش الخطيب. امبارح الهدف ده هيفضل طول عمره جحيم عليهم، هيشوفوا الاهلي هيعملوها على روحهم. فالحمد لله انتصار مهم جدا وفوز ببطوله صعبه جدا. البطوله دي نادتنا من ايام هدف اطهر الطاهر، الهدف ده ضاع، ضربه الجزاء ضاعت، البطوله بتقول للاهلي تعالى خدني. فامبارح لعبتنا ابطال، لعبتنا رجاله، خاصه في الشوط الثاني وبعد تغييرات عمو كولر بالتحديد. لعبتنا امبارح كانت كتير منها عايزه تغير، وكانوا متنرفزين وعصبيين كتير جدا، وساعدنا الوداد ان هو يجيب الهدف الاول. لكن عمو كولر يعني بص تغييراته الحاسمه امبارح، يعني الجراح اللي اتدخل امبارح ده يعني كان يستحق البطوله، وعمو كولر يستحق. عمو كولر لو توفر له الادوات اللي هو عايزها الفتره الجايه هياكل اي حد. مفيش كبير هيبقى في القاره، الاهلي كبرها. فربنا كرمنا امبارح، ربنا نصفنا امبارح، ربنا فرح مصر امبارح، ولذلك كانت القاره كلها حمراء. الحمد لله نسر الاهلي امبارح حلق بالبطوله ال 11، واللي لحقني جبنا. وانت طبعا شفت امبارح بقى مانشستر سيتي وشفت الاتحاد كله بيبارك للاهلي، ويعني ما ينفعش محدش يبارك للاهلي. ولذلك الاهلي فاز امبارح وناس نامت زعلانه، المغرب نامت زعلانه، والواد المشجع اللي بتاع الزمالك بتاع البليله امبارح نام محصور يا عيني، عملها على روح اكيد امبارح. وكذلك فان بروك. الواحد سعيد في الناس ديت، الواحد يا اخي مبسوط عنده ادرينالين سعاده ان هو يشوفهم. بس انت بص على فان بروك في المؤتمر الصحفي عاملها على روح، مش شك يا ارض شقينه وبلعين امبارح. فلذلك مبروك لكل جماهير الاهلي. انزل يا معلم اخبط السبسكرايب، انزل اخبط اللايك، وشكرا. فمبروك لكل جماهير الاهلي، فرحه مستحقه، بطوله مستحقه. الاهلي من بعد مباراه صن داونز وشكل تاني واداء تاني وحاجه مختلفه نهائيا. انت بتتكلم في اقوى خط هجوم، بتتكلم في فريق نسخه مرعبه، فريق ما بيتغلبش، فريق بيغلب كل الفرق. وامبارح انت ادبت الوداد، غلبته عندك على ارضك رغم الاخطاء التحكيميه الفادحه. وامبارح الحمد لله تعادلت على الارض وحصدت اللقب في ارضه ووسط جمهوره وفي بلده. فمبروك لكل جماهير الاهلي، مبروك لمجلس الاداره، مبروك للعيبه، مبروك لعم كولر. عم كولر يستحق ان يتواجد في قائمه الشرفاء، يستحق ان يتواجد في احسن قائمه في مدربين الاهلي. الراجل ده لو توفر له الادوات افريقيا هتنام المغرب. فشكرا على الفرحه لجمهور الاهلي، نستحق البطوله. نرجع ونقول اسعد الله صباحكم دايما بالبطولات والانتصارات، والاهلي لا ينسى صقره.